يا عم انت فرهطتنا معاك، عمال تكلمنا عن التشات على ريد بابل وازاي تجيب ترندات كويسه فيها مربحه، يعني مفيش فيها تنافس، وازاي ناخد بالنا من موضوع الترند. عايزين نرفع تصميم، الله يكرمك، عايزين بقى نعمل فلوس. ان شاء الله الفيديو دوت هنعرف ازاي نجيب افكار تصاميم بالفعل بتبيع ومأديه كويس جدا على ريد بابل، وازاي تنفذ التصميم دوت او تعدل عليه على طول بحيث يبقى جاهز للرفع في المتجر بتاعك. السلام عليكم، فيديو رقم 6 في الكورس بتاع ريد بابل. لو وصلت لحد هنا مبدئيا الف مبروك، وعاش يا بطل ان انت وصلت لحد دلوقتي. ما فتحناش الموقع، فعاش ان انت وصلت لحد هنا وصبر عليا لحد 6 فيديوهات. دلوقتي انت جبت نتشات كويسه، عارف فيها تنافس ولا لا، وعارف عليها طلب ولا لا، او قررت تشتغل في الترندات اللي شغاله اليومين دول على ريد بابل. في الحالتين انت محتاج يبقى عندك افكار تصاميم او تصميم شكله حلو، علشان ما تضيعش المجهود اللي انت بذلته في ان انت تلاقي الترند او تعرف النيتش كويس، وبعدين تروح تشيك على التريد مارك والكوبي رايت وكل الحاجات ديت وتعمل في الاخر تصميم مش حلو. فيديو دسم جدا هنتكلم فيه عن كذا حاجه وكذا موقع مهم جدا في شغلك على البرنت اون ديماند، بس هنناقش فكرتين مهمين، وهو ازاي تلاقي افكار تصاميم بالفعل مربحه وشغاله في المجال بتاعنا وبتعمل فلوس، وتاني جزء معاك ازاي بقى تنفذ التصميم دوت من البدايه او تعدل على تصاميم موجوده بالفعل، او تشتغل على الموبايل ازاي او الكمبيوتر ازاي تشتغل على مواقع اونلاين. فهيبقى فيديو عمران بصراحه. يلا بقى نبدا وما نضيعش وقت. اول حاجه معاك هي ازاي تلاقي افكار للتصميم. ومبدئيا انت ممكن تعمل التصميم من البدايه خالص، مش لازم تروح تشوف فكره معينه وتعمل زيها او تاخد الالهام من اي حاجه. انت ممكن تكون حد كرييتيف، بس نفترض ان انت مش كده، يعني حته التصميم ديت والابداع بقى والكرياتيفيتي وان انت تعمل حاجه من البدايه مش حتتك، او انت ممكن تكون كويس بس محتاج تعمل تغذيه بصريه زي ما الجرافيك ديزاينرز بيقولوا، او تدخل في المود بالبلد يعني. فتعالى بقى مع بعض نفتح موقع مجاني جدا الناس كلها عارفاه، نشوف عليه افكار التصميم، وبعدين نشوف اداه كويسه جدا بتقول لك التصاميم اللي بتبيع دلوقتي بالفعل وعامله نتائج كويسه وتدي لك كل التفاصيل عنها. بص يا صديقي، في اكتر من موقع ممكن تستخدمه زي فريبيك او بنترست او شاتر ستوك. احنا هنا نجيب بنترست، نكتب في البحث من فوق وليكن كوفي تي شيرت. انت بتكتب اصلا بتلاقيه بيكمل لك الجمله بتاعتك او بيديك اقتراحات لو انت مش عارف تكتب ايه بالظبط. فخلينا مع النتائج اللي طلعت من كوفي تي شيرت. هنا بقى بيعرض لك التصاميم او التيشيرتات اللي موجوده بالفعل على النت، وفي الغالب كلها هتلاقيها من مواقع البرنت اون ديماند اصلا. بعد ما تدوس انتر تنزل بقى تبص بص على التصاميم، تشوف الكلام على ايه في النيتش بتاعك دوت. هتلاقي ان معظم التصاميم الموجوده كلها تكست وبسيطه، مفيش فيها الوان كتير ودوشه بقى وتنطيط. نفترض عجبك فكره التصميم دوت، هتدوس عليه هتلاقيه فتح لك تصميم في صفحه ثانيه ومكتوب but first coffee، يعني الاول نشرب قهوه وبعدين نشوف الدنيا فيها ايه. لو نزلت تحت هتلاقي تصاميم مشابهه للتصميم اللي انت فاتحه، زي هنا مثلا I need more coffee، وبعدين first I need coffee، ودوت نفس التصميم بس بلون مختلف كده يعني. فالمهم بنترست بيساعدك ان انت تكتب النيتش اللي انت عايزه في البحث ويجيب لك تصاميم كتير تحت. لو حاجه عجبتك وقادر تعمل قريب منها او اديتك فكره معينه في التصميم كان بها في النيتش بتاعك. طبعا المفروض هنا انت ما تروحش تقلد على طول اي حاجه تشوفها، لان يعني هي لو موجوده هتروح تعمل زيها ليه؟ ما خلاص هي موجوده، بس اديك بتاخد فكره تشوف نوع او شكل التصاميم اللي شغال في النيتش دوت. طب دي كانت الاداه المجانيه. زي ما قلت لك انت عندك فري بيك برضو دوت ماركت بليس مدفوع، المفروض بتشتري التصاميم ديت، بس احنا كده داخلين نبص بصه مش هنشتري حاجه. لو كتبت هنا كوفي تي شيرت ديزاين او اي حاجه اللي انت عاوزها في النيتش بتاعك هتلاقي تصاميم احسن واروق. يعني مثلا الديزاين دوت بيلعب على الكلام اول يو نيد از كوفي، المفروض هي اول يو نيد از كوفي، بس اول وكلمه اول بمعنى بوما، الاثنين قريبين من بعض اللي هو دبل مينينج يعني. انا بصراحه شايف ان التصاميم اللي موجوده على شاتر ستوك جودتها احلى واعلى بكتير من اللي موجود على بنترست او موقع البرنت اون ديماند دلوقتي. طبعا بتختلف حسب النيتش. المهم يعني الخلاصه انت عندك اكتر من موقع مجاني تقدر تبص عليه وتجيب افكار تصميم او تعمل تغذيه بصريه للتصميم بتاعك. طب دلوقتي انا ايش عرفني التصاميم ديت انهي اللي هيبقى مربح بالفعل وانهي اللي ممكن ما يبيعش؟ ما انا ممكن تصميم يعجبني بس ما يعجبش العميل، يبقى فرحتي يبقى عملت ايه؟ تعالى بقى نشوف مع بعض اداه ثانيه بتعرفك التصاميم اللي موجوده بالفعل وبتبيع. اول اداه هناخدها بسرعه لان اتكلمنا عنها في الفيديوهات اللي فاتت واحنا بندور على النيتش او احنا بنشيك على الكوبي رايت. هتيجي على البابل تول من الشمال وبعدين تنزل على ميرج باي امازون ترندز. هنا بيقول لك احسن التصاميم اللي مأديه الفتره الاخيره على ميرج باي امازون، وبيديك تحت كده شويه احصائيات زي مثلا البيست سيلر رانك او البي اس ار، ده لو اقل من مليون يعتبر الديزاين دوت او التيشيرت المنتج دوت يعني بيأدي كويس وبيبيع كويس على الموقع دلوقتي. تاني حاجه بيقول لك الجروث ريت، يعني معدل النمو للمنتج دوت من ناحيه المبيعات يعني مضروب في 8. البي اس ار دروب يعني ترتيبه كان كام قبل كده ودلوقتي بقى ترتيبه كام؟ ترتيبه قبل كده كان 2 مليون و600 ودلوقتي ترتيبه 329,000. زي ما قلت لك لو اقل من المليون يبقى بيأدي كويس جدا على ميرج باي امازون. في الاخر بيقول لك ان هاي ديماند رايت ناو، يعني عليه طلب كبير. انت من هنا المفروض تعمل ايه؟ تفهم المنتج دوت عليه طلب ليه؟ هل علشان النيتش ولا عشان ترند معين ولا علشان الديزاين حلو وعجب ناس كتير واشتريته؟ طبعا ارجنتينا علشان كاس العالم فده معروف ومشهور ليه، سيبك منه. تنزل تحت هتلاقي ديزاينز بقت مفهومه شويه فنعرف نعمل زيها او نحوم حوالين الموضوع يعني. زي مثلا الديزاين دوت ممتاز، عباره عن تكست بسيط جدا
بس الفكره بتاعته ان في قاعده معينه في الانجليزي مشهوره، يعني ناس بتتلخبط بين 3 كلمات بنفس النطق، فالراجل قام كاتبهم في جمله واحده وكبر ال3 كلمات اللي شبه بعض في النطق، فهي حلوه جدا يعني كمان. فالتيشيرت دوت البي اس ار بتاعه 407 طبعا يعتبر ممتاز، زاد الطلب عليه بمعدل 600%، فمعناه ان هو بيأدي كويس. فالموقع هنا بيعرفك اخر الترندات او اخر التصاميم اللي مأديه كويس جدا على ميرش باي امازون، اللي هو طبعا ريفرنس او مرجع ليك ايا كان بقى الموقع اللي انت شغال عليه. سيبك من دوت، تعال ناخد واحد احلى منه بكتير. انت لو اشتركت في الاداه ديت زي ما اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت، فهي هتفيدك برضو عشان تعرف التصاميم اللي بتأدي كويس الفتره اللي احنا فيها دي. بس نفترض انت عايز تبحث على نيتش معين وتعرف التصاميم اللي بتأدي فيه عامله ازاي، او يعني تاخد تفاصيل ادق. بص يا سيدي، نيجي بقى للاداه الاقرب الى قلبي في الموضوع دوت، اللي بصراحه يعني عايزه الكورس الوحيد علشان نشرح كل الحاجات اللي في الشمال ديت. خلينا نقفل الاجزاء اللي في الشمال زي مثلا موضوع التريد مارك، ايفنتس، الاعلانات، الكيوردز والداشبورد. هنقف على نقطه واحده من القائمه ديت وهي البيست سيلرز. لما بتيجي هنا بيقول لك ان التصاميم ديت مأديه كويس جدا اليومين دول، البي اس ار بتاعها 1000 وشويه، طبعا ده اللي هو ده متربع على عرش الموقع، بيبيع فوق ال1000 قطعه في الشهر، وهكذا بقى بتشوف كل التصاميم اللي مأديها كويس وعملت مبيعات قد ايه، والبي اس ار بتاعها عامل ازاي على الموقع بتاع ميرش باي امازون. بس نفترض ان انت عاوز تبحث عن نيتش معين، بتيجي فوق من هنا وبتختار في البحث وليكن كوفي، وبعدين بتدوس على ادفانسد اوبشنز علشان تضيف شويه حاجات كده للبحث بتاعك. هتنزل الرقم دوت تخليه وليكن اقل من المليون زي ما اتفقنا، او اقل من 700,000. سيب كل حاجه زي ما هي، مش لازم نتكلم فيها دلوقتي. وهنا المفروض هيجيب لنا التيشيرتات اللي مأديه كويس في امريكا اللي في النيتش دوت، بعدين نعمل سيرش تنزل تلاقيه جايب لك التصاميم اللي في النيتش دوت والاداء بتاعها عامل ازاي. هنا مثلا بيقول لك البي اس ار 80,000، ده حاجه ممتازه. فيرست اي درينك كوفي ذن اي بيلد ثينجز، طبعا دوت بيجمع بين نيتش الكوفي وبين الناس اللي هي بتستخدم المنشار في الشغل بتاعها. هنا برضو ديزاين عاجب الناس اللي مهتمه بالقهوه والكات في نفس الوقت، ده عشان الكريسماس، مالناش دعوه بالحوارات ديت دلوقتي. ده بيقول لك منتالي ال بات توتالي تشيل، يعني هو مريض ذهنيا بس رايق، يمكن بعيد عن النيتش شويه بس القهوه موجوده فيه يعني. ده نفس الوضع ستينج الايف مش باين ان هو الايف خالص من الجمجمه ديت، وماسك كوبايه قهوه. طب تعالى نشوف اللي بيميز الاداه دي ايه. لو جيت تقف على التصميم من هنا وتدوس داونلود هتلاقي حملك تصميم لحد عندك من غير اي علامه مائيه، بس خلي بالك طبعا هو محمله بابعاد قليله او ابعاد صغيره علشان تبص عليه وانت بتعمل التصميم بتاعك، تاخد فكره، مش علشان تروح تاخده وترفعه في مواقع تانية. لو عملت كده هيبقى التصميم جودته وحشه، محدش هيشتريه، غير كده يبقى حرام، فبلاش يعني. هنا ممكن تفتحه في ميرش باي امازون تشوف عامل ايه، واللي يهمنا دلوقتي هو المور انفو. لو ضغطت على الزرار دوت هتلاقيه جاب لك كل الداتا او كل المعلومات اللي انت محتاجها عن التصميم دوت، من اول العنوان، باع كام قطعه اخر 30 يوم، هنا الديسكريبشن بتاعه او الوصف، و12 امتى على الموقع. لو نزلت تحت هيقول لك هو بيأدي رقم كام في الكاتيجوريز دي، بعدين بيقول لك احسن التاجات اللي موجوده مع المنتج دوت. تنزل تحت يجيب لك التاجات اللونج تيل اللي هي الطويله. لو نزلت تحت كمان بيقول لك التصاميم القريبه من نفس فكره التصميم دوت او نفس النيتش يعني. وادي تصميم تاني مكتوب فيه I like coffee and maybe 3 people، يعني انا بحب القهوه و3 تنفار كمان. ده موجود من 2019، البي اس ار بتاعه دايما فوق، بعدين نزل كده شويه وبعدين رجع دايما فوق. بيقول لك حاله الترند بتاعه عامل ازاي، بيقول لك اوفر اول الترند بتاعه بينزل مش بيطلع، بس افريج هو برده مع يعني 129,000، فلا يعتبر كويس. ده جاب لصاحبه يعني مبالغ رهيبه، يعني بقاله من 2019 ولسه شغال لحد دلوقتي وتمام، يعني مبروك بصراحه. فدي كانت بصه سريعه عن الاداء. ممكن بقى لو عايز حاجات اكتر، يعني عايز تعرف مثلا تصاميم اللي في دول تانية وتقدر تحطها انت في امريكا، او منتجات تانية انت مركز عليها، او ترتبهم حسب الريفيو البرايس، يعني هو الموضوع مش هينفع في فيديو سريع كده يعني. بس الجزء اللي يخصنا دلوقتي بالنسبه لافكار التصميم او ايه اللي بيبيع كويس خلاص غطيناه كويس في الاداه دي. تعال نبص على تاني حاجه في القائمه وهي سيلر ترندز. بيقول لك الترندات اللي شغاله اليومين دول برضو على ميرش باي امازون ومأديها ازاي. يعني دوت منتج البي اس ار بتاعه دلوقتي 3000 بس، عباره عن ايت سليب انمي ريبيت. طبعا فكره التصميم موجوده من زمان جدا، بس هو الراجل مميز شويه، عمل الخط بالياباني الاول او الكتابه ياباني الاول، وبعدين الكتابه الانجليزي برضو بحروف شكلها ياباني. طبعا ده خط ممكن تجيبه اونلاين مش مشكله يعني. الفكره ان هو حط ايقونه وبعدين جنبها يعني الديزاين كله ياباني في ياباني، بس تقدر تقراه كانجليزي. تنزل تحت تلاقي بيست كات داد ايفر، ده ديزاين برضو بسيط، بس خلي بالك هو عامله هنا في فريم، يعني مربع كده او مستطيل كامل، يعني كان في فراغ فوق قام حاطط القطه، ما حبش برضو يبقى في فراغ تحت قام حاطط الايكون الصغيره ديت. نفس الوضع هنا، الفراغ اللي فوق ملاه بالبتاع دوت. هنا التصميم دائري من فوق وبعدين مستوي من تحت، فشكل هندسي مظبوط. تنزل تحت دوت برضو مالي مربع معين،
فمن الصفحه ديت بتشوف التصاميم اللي مأديها كويس على ميرش باي امازون الفتره الاخيره. يبقى دلوقتي الفرق بين الاولى والثانيه ان هنا انت ممكن تعمل سيرش عن التصاميم اللي بتأدي كويس من زمان زي اللي فتحناه من شويه من 2019، انما هنا السيلر ترندز يعني اللي بيأدي كويس الفتره الاخيره دي. حتى هنا ممكن تطلع فوق وتعمل سيرش عن الحاجه اللي انت عاوزها وبيرتبها لك على حسب الترند بتاعها كسبان قد ايه او بيأدي كويس قد ايه، او على حسب اللي نطه كبيره في البي اس ار بتاعه، او يرتبهم عادي بالبي اس ار من زمان، مش لازم يكون مأدي كويس للفتره الاخيره يعني. فبصراحه الاداء عظيمه جدا يعني، حتى فيها جزء للنيتش اناليسيز او ان انت تشوف النيتش اللي هتشتغل عليه عامل ازاي. يعني لو كتبت هنا مثلا فاني انجينير وعملت بحث هتلاقيه بيقول لك ان النيتش دوت السكور بتاعه سي، يعني الاهتمام بيه قليل، والمنتجات اللي موجوده في النيتش دوت عامله ايه، فتعرف الطلب في النيتش دوت عامل ازاي من قبل ما تبدا فيه اساسا، وهكذا بقى بيديك بيانات كتير تحت. هنبقى نعملها في فيديو لوحدها في الاخر. طبعا زي ما انت لاحظت كل ما بنسيب اداه وبنروح للثانيه بتلاقي الموضوع بقى احلى شويه واسهل بكتير، بس طبعا ما فيش حاجه ببلاش. اللي واخد الموضوع دوت كبزنس وناوي يبذل فيه وقت ومجهود وكده لازم يعني يمكن يكيش شويه في الاول او يخليه في المجاني، ولما الموضوع يظبط معاه يكيش او يدفع يعني ده، لان الاداه اللي احنا غطينا 15% بس من المزايا الموجوده فيها هي موجوده بس بشكل مدفوع. اعتقد فيها نسخه مجانيه اهو، بس مش عارف الليميتس اللي موجوده ايه بصراحه، فانت ممكن تجربها براحتك عادي في النسخه المجانيه. ولو حبيت تفتح كل المزايا وتشترك فيها مثلا شهر او سنه كامله، في كوبون خصم باسمي اسمه محمود سعد 20 تقريبا على ما اذكر، لو دوسنا ابلاي هتلاقيه موجود بالفعل وعندك 20% ديسكاونت، انت اولى بيه يا معلم. وكلام بيني وبينك هم كان عندهم كوبون تاني كده لمحته زمان اسمه انفاينايت، لو عملنا ابلاي تلاقي خصم 50%. طبعا ده حاجه ما تتفوتش يعني، هي الاداء ب 900 او الموقع كله 990 دلوقتي بقى ب 400 حاجه و90، مصلحه جامده بصراحه. بس الخصم دوت على الاشتراك السنوي بس، فانت جربها بشكل مجاني الاول، شوف ايه اللي مفتوح فيها. لو حبيت تشترك فيها شهر واحد كتجربه برضو استخدم الكود اللي هو محمود سعد 20 تاخد خصم 20%. لو الدنيا بقى ظبطت معاك وحبيت تشترك فيها سنه ادفع نص المبلغ بس بالكود اللي هتلاقيه تحت برضه في الديسكربشن. نيجي بقى لموضوع التصميم. بعد ما شفنا افكار او عرفنا التصاميم اللي بتبيع كويس على المواقع البرنت اون ديماند منها ريد بابل زي تاني اداه، وبعدين ميرش باي امازون زي تاني اداه وثالث اداه برضه. قبل ما اقول لك هنصمم ازاي معلش بلاش تسرق افكار حد او تقلد عمياني كده تصاميم كوبي بيست من حد تاني، لان اولا دوت حرام، ثانيا مخالف للقوانين بتاعه الموقع اللي انت تشتغل عليه بما فيهم طبعا ريد بابل. ثالث حاجه انت الاحسن تعمل تصميم ليك يبقى خاص بيك انت ما بتنافسش حد فيه، انما لما تروح تعمل نفس التصميم بتاع الشخص بفرض ان الموقع هيسيبك يعني او المصمم مش هيبلغ عن التصميم بتاعك والموقع هيحذفه لك، انت مش هتعمل مبيعات زيه، وفي الغالب الموقع هيكون بيرشحه هو لانه اقدم وعامل مبيعات اعلى واحصائيات اعلى من اللي انت لسه عامله. فالاحسن تعمل انت تصميم فريد بيك انت او فكره خاصه بيك انت الناس تقلدها، مش انت تكون مقلد حد. ازاي بقى تعمل التصاميم بتاعتك؟ بص يا كوتش، مبدئيا انت يا اما هتصمم من الموبايل او من اللابتوب بتاعك او كمبيوتر. يعني لو هتصمم من الموبايل فانت عندك ابلكيشنز كتير جدا زي كانفا، بيكس ارت، او انت لو عملت بحث بس في جوجل بلاي تي شيرت ديزاينر هتلاقي فيه كذا ابلكيشن، هحط لك اسمهم تحت في الديسكربشن ان شاء الله. الطريق الثاني هو انك تصمم بالكمبيوتر بتاعك، وهنا يا اما هتستخدم برامج زي الفوتوشوب والاستريتور او مواقع موجوده اونلاين عليها تصاميم جاهزه بتعدل فيها او بتبدا فيها التصميم من البدايه. طب احنا مع بعض هنعمل ايه؟ اللي هعمله لك دلوقتي على الكمبيوتر تقدر انت تعمله على الموبايل، فسيبك من موضوع الموبايل. يبقى كده قدامنا يا اما برامج يا اما مواقع اونلاين. انت لو حد عارف اصلا فوتوشوب والاستريتور مش محتاجني اقول لك ازاي تصمم، انت خلاص عارف البرنامج دوت، فانا مش هضيع وقت واعلمك البرنامج الاول بعدين اقول لك تصمم ازاي، فمالناش دعوه بالبرامج. فده بياخدنا للخيار الثالث وهو المواقع الاونلاين. نتكلم ان شاء الله على كذا واحد، اخر واحد طبعا هيبقى الاكثر احترافيه والاحسن ما بينهم، بس انت ليك طبعا حريه الاختيار. بص يا سيدي، اول واحد طبعا غني عن التعريف كانفا، ده تقدر تستخدم الابلكيشن بتاعه او الموقع على طول. عشان تبدا تصميم هتدوس كرييت ديزاين من هنا، وبعدين هتنزل على كاستم سايز تختار وليكن مثلا 4500 في 5400. فموضوع السايز دوت بيختلف على ريد بابل، هنتكلم فيه ان شاء الله واحنا بنرفع، بس مبدئيا خلينا مع الارقام ديت. بعدين كرييت نيو ديزاين هتلاقي فتح لك صفحه جديده، تيجي من الشمال على التكست، وليكن انت عندك جمله معينه عايز تكتبها، هتلاقي قوالب جاهزه زي دوت مثلا. بعدين تكبر التصميم بالخط بتاعه بكل حاجه زي ما هو، وتغير بقى الجمله بتاعتك، وليكن اول جمله دي هنخليها مثلا داد، وبعدين نيدز، نضغط شيفت انتر عشان ننزل تحت ونخليها كوفي. طبعا جمله بسيطه جدا، نمسح اللي تحت ديت ندوس ديليت. التصميم كده نال قوي او هادي، ممكن نختار الشيبس من على الشمال، وبعدين نكتب كوفي ندوس بحث، وتيجي على الجزء بتاع الجرافيكس هو اللي هنحتاجه، تختار بقى الحاجه الانسب من هنا للديزاين بتاعك. يعني انا مثلا شايف ان داد هنا المفروض يعني في جنبها فراغ، الفراغ ده مش حلو، فادوس مسطره من هنا واجيب دي برده على الشمال، واملى الفراغ دوت باي حاجه او اي ايكون ليها علاقه بالكوفي. الديزاين دلوقتي لون الكتابه اسود، فهيبقى موجود على تي شيرت ابيض او الوان فاتحه يعني، فلازم برده حاجه يبقى لونها غامق، وليكن دوت نجيبه هنا ونصغره شويه يعني ماشي. لو جينا نصغر الخط بتاع كوفي
بحيث تبقى هي في مربع زي ما كنا اتكلمنا. نجيبها على الشمال كده، الدنيا بقت ماشيه شويه، بس تحس ان اللون هنا اغمق من الايقون دي. فلو دوست على الايقون وبعدين اخترت اللون من فوق وخليته اسود كده تمام شويه. او ممكن نجيب درجه اللون بتاعه الكوفي من هنا، ناخدها كوبي، وبعدين نيجي على الكتابه نغير اللون بتاعها ونخليه نفس درجه لون الايقون اللي احنا حاطينها. كده تصميم بسيط وكل حاجه وماشي مع بعضه، ومطبقين قاعده اللي هو لازم يبقى ايه في فريم او شكل هندسي مريح للعين. اخر حاجه معاك بس ان انت عايز تسيف التصميم بتاعك، يستحسن تكبره شويه، تحددهم كلهم مع بعض وتكبروا يبقى مالي كل المساحه اللي انت عملتها. تيجي من فوق على شير وبعدين تدوس داونلود. مش هتقدر تشيل الخلفيه، فهننزله بالخلفيه البيضاء زي ما هو، نعمل داونلود. فتعال نفتح موقع تاني نشيل بيه الخلفيه، او ممكن تستخدمه علشان تصمم من البدايه اصلا. تفتح تاني لينك في الديسكربشن، تيجي على موقع فوتوبيا، وبعدين تدوس نيو بروجكت، بعدين من هنا هنقول 4500 في 5400، الخلفيه ترانسبيرنت خلي بالك، بعدين كرييت. ده لو انت هتصمم من البدايه. طبعا يستحسن لو انت هتعتمد على الموقع دوت تشوف له شرح لوحده الاول على اليوتيوب وتكمل معاه. فخلينا نمشي مع حته ان احنا هنصمم على كانفا الاول التصميم بتاعنا، وبعد ما نحمله تضغط هنا اوبن، وبعدين هتجيب ثالث اداه من هنا اللي هي ماجيك ووند، وتدوس على الخلفيه البيضاء من هنا، وبعدين تدوس زرار الديليت. هتلاقي الراجل شال لك كل الخلفيه البيضاء الموجوده. برضو تحدد الدايره البيضاء دي وتعمل ديليت هنا، وتعمل ديليت هنا، وتعمل ديليت هنا وهنا وهنا كذلك. بس بعدين بتجيب فايل تعمل اكسبورت از بي ان جي وتسيب نفس الابعاد ديت، وبعدين تدوس سيف. معلش انا عارف ان هي لفه شويه، بس نفترض انت حد لسه على باب الله في الاول، مش عايز تدفع فلوس في كل المواقع، مش عايز تشترك في كانفا مع ان هو يستاهل في بعض الحالات. فهتروح تعمل التصميم بتاعك هناك، وبعدين تروح على موقع فوتوبيا وتشيل الخلفيه زي ما شلناها دلوقتي. نفترض بقى انت حد بروفيشنال مش عايز تعافر في الزحمه، وما عندكش مشكله تستثمر في نفسك او في الشغل دوت شويه، بحيث ان انت تتميز وتعمل شغل كويس من البدايه. في الحاله دي هنروح لاحلى موقع شغال في التصاميم بتاعه البرنت اون ديماند، وهو فيكسلز. طبعا احنا اتكلمنا عنه كذا مره في القناه. ده في ناس متخصصه بس علشان تعمل لك التصاميم في البرنت اون ديماند زي ما انت شايف كده، في نيتشات مختلفه ايا كان بقى اللي انت عايزه. فبتعمل بحث من هنا من فوق، ولكن احنا عايزين حاجه بتتكلم عن القهوه. سبحان الله يعني مفيش تصميم وحش، ممكن تاخد افكار اصلا من الموقع من هنا. نيجي على ديزاين زي دوت بسيط جدا. هنا انت ممكن تعمل داونلود للتصميم على طول وترفعه في المواقع اللي انت عاوزها، بس طبعا خلي بالك من حته الكوبي رايت اللي اتكلمنا عنها. او لو عايز تعدل في التصميم هتدوس هنا اوبن ان تي شيرت ميكر. لما تدوس داونلود بينزلوا لك بصيغتين بي ان جي، واحده للهودي وواحده للتي شيرت بابعاد مختلفه يعني، ودي اللايسنس بتاعتك، كذلك جي بي جي، وكمان الملف مفتوح في الاليستريتور عشان لو حبيت تعدل عليه. طيب خلينا نرجع للموقع تاني. هتلاقيه جاب لك التصميم دوت على موك اب من عندهم. لو حددته كده تلاقيه جايب لك التصميم تقدر تعدل عليه. قبل ما نعدل انا حابب اقول لك ان دي اداه تصميم برده موجوده عندهم، ممكن تعمل التصميم من البدايه، وعندهم اشكال موجوده في الجرافيكس هنا زي بتاع الكانفا بالظبط، واحيانا بتبقى احسن كمان. فتختار تصميم من هنا وبعدين تدوس. تعال ندوس على التصميم، وبعدين نجيب الحته بتاعت ان جروب علشان نفكهم من بعض. وكده عندك التكست دوت لو عايز تعدل عليه، ديت لوحدها ودي لوحدها، عايز تكبر حاجه، عايز بص تغير التصميم نفسه وتشقلب فيه، فالموضوع براحتك يعني. عشان لو التصميم عاجبك بس انت مش هتشتغل في القهوه، فهتشيل الايكون بتاعت القهوه دي اصلا وتجيب حاجه تانية من على الشمال من هنا وتعدل في التصميم زي ما انت عاوز. لما بتخلص بتدوس داونلود من هنا وينزله لك برده وبتعمل بيه اللي انت عاوزه. الموقع دوت احسن موقع موجود على النت في ان انت تستخدمه وتحمل تصاميم جاهزه، او تعدل على تصاميم موجوده بالفعل، او تبدا تصميم من البدايه. ودي كلها ميزه واحده بس من المزايا كتير الموجوده في الموقع. انا بقول لك دوت ليه؟ لان لو انت خلاص نويت تدفع في اي موقع علشان التصميم لازم يبقى الموقع دوت. لو نويت تشترك في الموقع هتلاقي الصفحه بتاعتي موجوده تحت، او اللاندنج بيج يعني، في بانزلز ممكن تحملها من هنا بشكل مجاني، او تشترك بخصم 25% لو هتشترك سنوي. بصراحه هو يستاهل، لانه هو فيه اكتر من اداه او اكتر من حاجه تقدر تستفيد منها في البرنت اون ديماند. فخلينا برضو ما نطلعش عن موضوع الفيديو، ونبقى نعمله فيديو لوحده ان شاء الله في الاخر يعني. كده انت عرفت ازاي تجيب افكار تصميم بشكل مجاني او بشكل مدفوع وتعرف ايه اللي بيبيع. كذلك عرفت ازاي تعمل تصميم دوت اونلاين بشكل مجاني، او تجيب التصميم بشكل مدفوع او تعدل عليه. برضو تصميم كويسه جدا مفيش فيها تنافس، لان فيكسلز كل اللي داخلين فيه بيبقوا دافعين اشتراك، فهتلاقي تصميم حلو مش عليه زحمه وتقدر تعدل عليه كمان. المهم يا عم انت زهقتنا وراك، عملنا التصميم خلاص، عايزين نرفعه على ريد بابل ان شاء الله. الفيديو اوعدك خلاص الفيديو الجاي، معلش انا فرهطتك معايا في 6 فيديوهات. الفيديو الجاي ان شاء الله هنفتح الموقع بتاع ريد بابل خلاص، نظبط الاسعار بتاعتنا الاول، وبعدين نعرف ازاي نرفع التصميم صح من اول التايتل، الديسكربشن والتاجات وحاجات كتير بصراحه. فخليك معايا الفيديو الجاي ان شاء الله.